ازيكم؟ عاملين ايه؟ طيب النهاردة انا حابب اشارك معاكم موضوع جديد. آه ناس قليلة اللي اتكلمت عنه، وهو موضوع مهم للغاية، يعني خصوصا لو انت بتشتغل على موبايل ابس او اي نوع من برودكتس بيحتاج ان اليوزر يجي يري انجيج او يريتين معاك على نفس البرودكت. طيب، الريتنشن هو واحدة من اهم الطرق اللي بتحافظ على ان البيزنس بتاعك يبقى هيلثي بيزنس، وقادر يحقق ريفينيو، قادر يسستين في الماركت، علشان هو بيقدر يطلع اكبر فاليو من اليوزرز، واكبر طبعا ريفينيو. فبالتالي هو قادر يجرو بالريفينيو بتاعه في مقابل الكاك او الصرف اللي هو بيصرفه. فبالتالي المعادلة بتكون متوازنة من ناحية اليوزر بيصرف عندي ايه، في مقابل هو انا بدفع عليه قد ايه علشان يعني ادخله للبيزنس ده. طيب، انا طبعا موضوع الريتنشن هو موضوع كبير جدا، وصعب ان اغطيه كله في فيديو واحد، ولكن انا حاولت ان انا اجيب يعني اهم الحاجات اللي تساعدك يبقى عندك فكرة عامة عن الريتنشن. وطبعا لو حابب تتوسع انت اكتر تقدر تعمل ده. طيب، هتكلم معاكم على ايه النهارده؟ هتكلم عن ليه الاكوزيشن لوحده مش كفاية. ازاي تعرف الريتنشن في التطبيق اللي انت شغال عليه. الكوهورتس والميتريكس اللي بنستخدمها علشان نقيس النجاح الريتنشن بتاعك. اخطاء او اكبر 5 اخطاء ناس كتيرة بتعملها لما بتشتغل في الريتنشن. ازاي نحسن الريتنشن. اهم تولز انت محتاجها علشان تبدأ تشتغل في الريتنشن بشكل مظبوط. طيب، خلينا نتكلم عن الجزء الاول. لو انت بتشتغل على اكوزيشن، فارقام زي الكاك والسي بي اي او الكوست بير انستول هي على طول قدامك وبتركز عليها، وهي اهم حاجة بالنسبة لك. بس لو انت بتفضل تجيب يوزرز جداد، واليوزرز دول مش بيكملوا وبيمشوا، فانت من الاخر كده عمال تحرق على ناس ومش بتصرف عليهم، خصوصا كمان لو انت اليوزرز الجداد دول بيجيبهم بخصومات او بتجيبهم بسعر اعلى من اللي بيدفعوه في اول بيع عندك على التطبيق. فمن الاخر، لو انت بتركز على الاكوزيشن بس، فانت اولا بتمنع نفسك انك تسكيل. مش بتحقق من كل يوزر الريفينيو اللي تقدر تحققه منه، وبالتالي تخلي نفسك في هيلثي بيزنس. والحاجة التالتة والمهمة جدا ان انت بتفاليديت هل المنتج بتاعي ده او الابليكيشن بتاعي ده، هل هو برودكت ماركت فيت، يعني هل الناس بتيجي تستخدم وبترجع تستخدم تاني، فمعنى كده ان في احتياج المنتج ده والابليكيشن بتاعي عند الناس، ولا هم بيجوا بس بيجربوه بسبب اعلان، بسبب خصم معين، وبعد كده بيمشوا على طول. طيب، فاللي بتستفاده من انك تشتغل على الريتنشن مع الاكوزيشن، اولا بتقدر تحقق ال تي في اعلى من اليوزر. ال تي في اللي هو اللايف تايم فاليو، يعني بتقدر تخلي اليوزر يشتري اكتر من مره، فبالتالي بتكسب منه. بتبدا تحقق هيلثي يونت ايكونومكس اللي هو ال تي في على كاك، يعني انا اليوزر ده بخليه يدفع كام مقابل هو انا بدفع عليه كام. الحاجه الرابعه ان انت بيبقى عندك روم او مساحه انك تزود الكاك بتاعك. يعني مثلا لو اليوزر بيجي يدفع عندك 20 جنيه، وانت جبته بكاك 30 جنيه، فلما بتجيبه بكاك 30 جنيه وبتخليه يجي يشتري من عندك 3 مرات، ففي المرة الواحدة 20 في 20 يعني كده دفع 60 جنيه، وانت جبته 30 جنيه، فلا جبته ب30 جنيه. فكده هيبقى عندك مساحة ان انت تصرف اكتر، وبالتالي تقدر تأكواير ناس اكتر، وبالتالي تحسن البيزنس، يكون في هيلسي يونت ايكونومكس، او الارقام بتاعته تبقى الجروث بتاعه يبقى هيلسي، وتقدر تزود اكتر في الصرف على الاكوزيشن. طيب، والحاجة اللي انا قلتها برضو المهمة جدا، حتة ان انت بيثبت لك ان المنتج بتاعك هو برودكت ماركت فيت،
وتقدر وشايف يعني ان هو ليه احتياج حقيقي في السوق. طيب المنحنى بتاع او الريتنشن الصحي بيكون ازاي؟ طبيعي طبعا ان الريتنشن في اول في الفتره، يعني مش كل اليوزرز هيجوا يشتروا في تالت يوم وسابع يوم و14 يوم. طبعا في جزء هيجي في الفترة الأولانية، وطبعا النسبة دي هتقل. بس الصح إن هي ما توصلش للصفر. يعني لو أنا عندي 100 يوزر في أول يوم، طبيعي ينزلوا لحد مثلا 60 يوزر، بعد كده ينزلوا ل40، بعد كده ينزلوا 30، وممكن ويثبتوا عند 10. لكن لو وصلوا لصفر خالص، فمعنى كده إن أنا في عندي حاجة غلط في المنتج بتاعي. طيب الحاجة التانية بقى اللي مهمة، دلوقتي احنا خلاص قررنا نشتغل على الريتنشن، فلازم نحدد كده شوية definition مهمة جدا. ايه الاكشن او البيهيفير بتاعي اللي هيحدد لي اليوزر بتاعي ده هو ده الاكشن اللي عمله واللي محتاجه يتكرر، عشان بناء عليه احدد ان اليوزر ده بقى ريتيند. وايه الاكشن نفس الكلام بقى هحدد عليه اليوزر لما ما عملش الاكشن ده بقى تشيرند يوزر. تشيرند يعني جه اشترى مني مرة مرتين وبعد كده اختفى وما جاش تاني وما اشتراش تاني. طيب ناخد مثال، مثلا لو احنا عندنا تطبيق دليفري، فتطبيق دليفري الكور اكشن بتاعي ان اليوزر يجي يعمل اول اوردر، يطلب اول طلب. فده الكور اكشن بتاعي. بحدد الريتيند يوزر بتاعي ازاي؟ لما بحدد الكور اكشن بحدد معاها التايم فريم. يعني ايه؟ يعني طبيعة المنتج بتاعي تخلي العميل يجي يستخدم الابليكيشن بتاعي ده تاني امتى. لو انا مثلا زي ما قلنا تطبيق دليفري، فالطبيعي ان احنا ده حاجة ليها استخدام يومي، فالطبيعي ان انا خلال اسبوع يبقى اليوزر على الاقل استخدم التطبيق من 4 ل5 مرات. لو قلنا مثلا ان هو في يومين 3 مش هيطلب، فعلى الاقل ان هو يكون طلب في الاسبوع ده اكتر من مرتين. فهنا ده كده ده بيبقى بيبني عندي بقى تعريف ما يسمى الريتيند يوزر. يعني انا كده دلوقتي في التطبيق ده، انا الريتيند يوزر عندي ان انا خلال 7 ايام من اول طلب لازم الاقي ان اليوزر على الاقل طلب 3 او 4 مرات. طيب لقيت ان اليوزر بتاعي عمل اول طلب في خلال ال7 ايام، ببص لقيته اختفى ما جاش. فكده ده يبقى عندي نوع اسمه من اليوزر اسمه التشيرند يوزر، واللي بيكون ليه تعامل معاه. فاول خطوه بنبدا بيها في حته الريتنشن هو تعريف الكور اكشن للتطبيق بتاعي، واللي بيكون سبيسيفيك وبيكون حاجه ريبيتابل بتتكرر، وبتكون حاجه طبعا ليها تاثير مباشر على البيزنس، او بتزود يعني من البيزنس ريفينيو، بتاثر على الريفينيو يعني. يبقى الكور اكشن، المده الزمنيه، المده الزمنيه المفروض الابليكيشن او العميل بتاعي يجي يطلب مني تاني، تعريف الريتيند يوزر اللي جه واشترى مني تاني بعد قد ايه، تعريف التشيرند يوزر اللي هو جه طلب مني اول مره وبعد كده اختفى ما لقيتهوش تاني خالص. فدي تعريفات مهمه جدا علشان تبدا تخش في البناء الاناليسيس بتاعك وفهم الريتنشن بتاعك عامل ازاي. تالت حاجه الكور اكشن بتكون حاجات زي ايه؟ مثلا لو قلنا زي اي كوميرس، قلنا ان هو يخلص اول اوردر. تاني والويندو او التايم فريم بيكون مثلا حوالي شهر. تاني حاجة لو مثلا فينتك او الوالت، ان هو عمل اول عملية دفع او تحويل، وبيكون في خلال الويندو بتاعي من اسبوع او شهر حسب البيزنس يعني، حسب البيزنس موديل يعني. ولو انا عندي حاجة ستريمينج او كونتنت ستريمينج، المشاهدة بتاعتي والويندو بيكون يومي او اسبوعي. ولو انا عندي حاجه رايد هيلينج او ديليفري زي ما انا لسه قلت، فبيكون طلب او رحله وخلال اسبوع. والحاجه التانية لو انا عندي سوشيال كوميونتي مثلا، فمثلا هو بيتفاعل قد ايه، ده الكور اكشن اللي انا شايفه مهم للبيزنس، والتايم فريم بتاعه بيكون يومي. وهكذا بقى حسب البيزنس موديل انت بتحدد
ايه هو الكور اكشن بتاعك والتايم فريم اللي مهم ليه. وطبعا الغلطه الكبيره اللي بتعملها ناس كتيره ان هم يحسب الريتنشن على الانستولز، ان هو يقول ان انا كده اليوزر جه عمل انستول، فاقول خلاص ده لما يجي يخش تاني على تطبيق فكده ده ريتيند يوزر. فلا طبعا ده غلط كبير، لان الانستولز هو مش بيمثل اي قيمه ليا كبزنس. طيب الحاجه التانية، لو بنبص على اهم المتريكس اللي بنبص عليها علشان نقدر اقيس الريتنشن بتاعي يعني، والبرفورمانس بتاعه عامل ازاي. اول حاجه الداي 1 والداي 3 والداي 30، الداي 1 والداي 7 والداي 30 دي اول اشاره بتقول لي اليوزر بتاعي رجع تاني في خلال يوم ولا 7 ايام ولا 30 يوم، فاعرف كده انا كريتنشن عامل ازاي، او البرفورمانس بتاع الريتنشن عامل ازاي. تاني حاجة ببص عليها هي المونثلي اكتيف يوزرز والديلي اكتيف يوزرز، طبعا بناء على طبيعة البيزنس. يعني في بيزنس هو الناس بتستخدمه بشكل شهري، فما اروحش ابص على الديلي اكتيف يوزر. تالت حاجة التشيرن ريت. التشيرن ريت هي اليوزر اللي جه استخدم التطبيق بتاعي ومشي. رابع حاجة الريكيرجن او الريتنشن ريت، نسبة الناس اللي رجعت تاني من الاكتيفيتيز بتاعتي يعني. خامس حاجة الكيرف او اللي هو الريتنشن كيرف بتاعي عامل ازاي، هل بيوصل للصفر ولا لأ. لو ثابت يبقى كده وضع تمام، وصل للصفر معنى كده في عندي مشكلة. واخر حاجة ببص على ريتنشن باي تشانل او باي مانث او باي وات ايفر، انا إيه اللي مهم بالنسبة لي. ببص على الريتنشن في الكوهورت او السيجمنت من الناس اللي مهمة بالنسبة لي. الحاجة اللي بعد كده هي الكوهورتس. طيب بما اننا لسه كنا بنتكلم عن ببص على اليوزر كل قد ايه، فالحاجة الأخيرة الحاجة المهمة دلوقتي إن أنا الكوهورتس إزاي أعرف الكوهورتس بتاعي. أولا إيه هو الكوهورت؟ الكوهورت هو مجموعة من الناس أو مجموعة من المستخدمين ليهم خصائص معينة بيشتركوا فيها. يعني مثلا أنا عايز أشوف الناس كل شهر عندي لما بيخشوا بيعملوا إيه في الشهور اللي بعد كده، أو بيعملوا إيه كريتنشن على الدي 1 والدي 7 والدي 30 ريتنشن ريت. فببدأ أقسم اليوزرز عندي، الناس اللي دخلت عندي عملت أول طلب في يناير، الناس اللي دخلت عندي عملت أول طلب في فبراير، الناس اللي دخلت عملت أول طلب في مارس، وأقيس الشهور أو الأيام اللي بعد كده عملوا إيه. يعني مثلا أول زي ما احنا شايفين هنا كده الصف بيعبر عن الكوهورت. هنا ممكن يكون انت عايز تقيسه بالمانس، عايز تقيسه بالتشانل، عايز تقيسه بوات ايفر انت عايز تقيسه بايه فيتشر معينه مثلا. والكولومز بتعبر عن الريتنشن ريت او التايم ويندو اللي انت بتبص عليه. هنا معمول على day 1 day 0 و day 7 و day 30. اليوزرز بعد 7 يوم اللي اشتروا في يناير، في خلال 7 ايام كام واحد منهم رجع واشترى تاني، وفي خلال 30 يوم كام واحد رجع واشترى تاني. نفس الكلام في فبراير، نفس الكلام في مارس. فطبعا الكوهورت اناليسيس ده واحد من اهم الميتريكس او اهم الاناليسيس اللي لازم تكون بتبص عليها بشكل ديلي لو بتشتغل في الريتنشن. لان هو ما ينفعش تبص على الريتنشن بشكل عام. يعني ما ينفعش تقول انا اليوزرز عندي بيجوا في داي 7 بيبقى ليهم باترن معين، وداي 30 بيبقى ليهم باترن معين. انت كده انت بتخلط كل الارقام وبيطلع لك افريج، مش بيبين لك الرقم الحقيقي كام. فتقسيمك لكوهورتس علشان تعرف انا مثلا في يناير ايه اللي حصل عندي كاكتيفيتي فخلى ان الريتنشن بتاعي في داي 7 يعلى، او ايه اللي حصل عندي في بعد شهر او في فبراير خلى اليوزرز اللي بيجوا في فبراير الريتنشن ريت بتاعهم يقل في اخر شهر. فتبدا تعمل الاناليسيس بتاعك بشكل مظبوط. لكن لو حطيت كله مع بعضه هيطلع لك افريج. اولا الرقم مش هيكون صح لان انت بتقسم ارقام كبيره على بعضها. ثانيا مش هتبقى قادر تعرف فين ايه اللي حصل اثر على ده، او ايه بالظبط الوقت اللي حصلت فيه مشكله، او ايه الوقت اللي عملت فيه حاجه كويسه واثرت على الريتنشن بتاعي بشكل ايجابي.
فالكوهورت اناليسيس ده واحده من الحاجات المهمه جدا جدا اللي لازم تكون بتبص عليها بشكل دائم. الانواع الريتنشن بقى. الريتنشن عندنا ليه 3 انواع مهمين قوي علشان تقيس بيهم. اول نوع هو اسمه ايه ده، الكلاسيك ريتنشن العادي. النوع التاني هو الرولينج ريتنشن. النوع التالت هو البراكت ريتنشن. طيب الفرق بينهم ايه؟ اولا الكلاسيك ده بيقيس في يوم محدد. لو انا دلوقتي مثلا العميل جه عندي طلب في يوم، فانا عايز اشوف اليوم السابع العميل ده طلب ولا لا. ده بينفع طبعا كل نوع من الريتنشن ليه البيزنس موديل الخاص بيه او البيزنس موديل اللي ينفع فيه. بيزنس موديل زي الكلاسيك ريتنشن بيستخدموا بيزنس موديل بيعتمد ان اليوزر بيجي يشتري، والشراء التاني او السكند بيرشيس بتاعته او السكند كونفرجن بتحصل في ايام محدده. فعشان كده انا بقيس الريتنشن بتاعي لايام محدده بناء على الموديل بتاعي. فاليوزر جه عندي اشترى في يوم، في اليوم السابع كام نسبة قد ايه في المية من اليوزرز اللي جم في داي زيرو اشتروا في اليوم السابع، في اليوم التلاتين نسبة قد ايه من اللي اشتروا في داي زيرو رجعوا اشتروا في تاني في اليوم التلاتين. فده ما ينفعش مع كله، ينفع لبيزنس موديل معينة. الرولينج ريتنشن هو انا دلوقتي يوزر جه عدد معين من اليوزرز جه اشترى مني في داي زيرو، بشوف في داي 7 كام يوزر رجع اشترى، وبعد داي 7 كام يوزر رجع اشترى تاني. وده بينفع بقى طبعا مع البيزنس اللي هي انت مفيش مدة معينة حاططها لليوزر هيرجع فيه امتى. يعني مثلا زي ما قلنا رايد هيلينج، احنا ممكن مثلا هو يجي يطلب النهارده يقعد 3 ايام ما يطلبش، بس يطلب في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع. فانت مثلا لو بصيت على داي 3 انت كده هتبقى بتقول ان ده اليوزر ده تشيرند عندي، فكده هتبقى بص غلط. فانت لازم تبص على داي 4 داي 3 وما بعده، اليوزر رجع تاني ولا لا. وده طبعا بيكون زي ما قلت ليه بيزنس موديلز خاصه بيه. البراكت ريتنشن هو ده بينفع اكتر مع اللي هي الناس اللي بتشتغل على السبسكريبشن او الحاجات اللي هي ليها مدة معينة انت متوقع ان اليوزر هيرجع يريتين فيها. يعني مثلا انت مثلا عامل تطبيق خدمة سيارات، فانت اليوزر جه اشترى منك، فانت عارف ان العميل مثلا بيغسل عربيته كل مثلا 7 ايام، فانت العميل جه اشترى في داي زيرو، فانت بتروح تعمل الريتنشن بتاعك انا من داي 7 لداي 14، يعني من 7 ل 14 يوم العميل رجع تاني ولا لا. العميل مثلا لو انا بقدم خدمة متوقع يشتريها دلوقتي ويجي يشتريها مني تاني كمان شهر، فباجي اقول العميل في داي زيرو البراكت بتاعي اللي هو من داي مثلا 25 لداي 35 العميل رجع اشترى مني تاني ولا لا. فالبراكت هو انت بتقيس في براكتس معينة انت بتحددها بناء على البيزنس موديل بتاعك. هل العميل متوقع ان هو يرجع في الوقت ده، بناء لان البيزنس موديل بتاعي بيقول ان البيزنس ده العميل بيرجع يشتري تاني في وقت محدد. فده كده الشرح كده يعني ليهم هما التلاتة، وانت بتختار بناء على البيزنس موديل او اليوزر بيهيفير في البيزنس بتاعك عامل ازاي. طيب الاخطاء اللي شفتها كتير في حته الريتنشن دي، موضوع ان الناس بتقيس الريتنشن على لسه اللي كان بتاع دلوقتي، الناس بتقيس الريتنشن على الاب اوبن او على الانستولز. طبعا ده مش بيديك اي انديكيتور لاي حاجه، لان الانستولز مش بيأثر، ملوش اي قيمه ليك كموبايل اب، ولا بيأثر في الريفينيو بتاعك، ولا بيأثر في زيادة اليوزرز، ولكن هو مجرد حد نزل التطبيق استفدت منه بعد كده ممكن تستفاد منه بعد كده وممكن لا، بس هو ملهوش اي دايركت امباكت على البيزنس بتاعك. الحاجة التانية زي ما انا قلت الاعتماد على الافريج بدل الكوهورتس، علشان طبعا الافريج مش هيبين لك الحقيقة كاملة زي ما شرحت. الحاجة التالتة انك تختار تايم ويندو مختلف. انت مثلا سبسكريبشن اب بيبيع مثلا بشكل كل 30 يوم، انت متوقع ان العميل يجي بعد 30 يوم، فتيجي تقيس داي 7 وداي 14 وداي 30.
طبعا هتلاقي داي 7 وداي 14 مش هيجوا، لان انت اصلا اليوزر خلاص اوريدي سبسكرايبد معاك. فداي 7 وداي 14 على طول هيبقى فيهم اليوزر تشيرند وما عملش اي اكشن. فاختيار الويندو ده هيساعدك بشكل كبير جدا انك تبقى عارف انا المفروض ارجع تاني اليوزر امتى، ابوش على اليوزر ده امتى، وهكذا. الحاجة الرابعة ان الناس كتير بتعتقد ان البوش نوتيفيكيشن هي الحل للريتنشن. طبعا ده البوش ده جزء من منظومة كبيرة جدا تتعمل علشان نحل الجزء بتاع الريتنشن ده، وعلشان نقدر نوصل ان احنا نحسن الريتنشن ريت بتاعنا. فطبعا ده جزء كبير جدا، والبوش نوتيفيكيشن ما هو الا جزء بسيط جدا من الصورة الكبيرة. الحاجة الأخيرة إنك تشتغل من غير سيجمنتيشن، إنك ما تكونش قادر تحدد سيجمنتيشن معين. إنك بتقيس مش عارف تحدد مثلا اليوزرز، إن أنا عايز أقيس اليوزر كل شهر، ولا عايز أحدد اليوزرز كل أسبوع، ولا عايز أحدد اليوزر اللي بيخشوا كل يوم. وطبعا ده بيرجع لفهمك لطبيعة البيزنس. الحاجة اللي بعد كده ازاي بقى نحسن الريتنشن ريت. طبعا عندنا اكتر من حاجة. في حاجات مهمة قوي، وفي حاجات بتشترك مع الاكوزيشن. الاونبوردنج من الحاجات اللي بتشترك مع الاكوزيشن، بس ان الاونبوردنج يكون بيوصل للعميل المنتج بشكل مظبوط، وبيكون وبيديله البروميس او الوعد اللي هيشوف المنتج ده بشكل مظبوط، ما فيهوش خداع. ده هيساعد اليوزر ان هو يفضل لويال ليك، وان هو يفضل يوزر ريتيند، ويفضل معاك على المنتج. غير طبعا لو جه بخصومات كتير او جه بوعود مش موجوده في البرودكت، فعلى طول هيبقى اول اكسبيرينس بتاعته مش كويسه، فهيشترك او هيشتري اول مره ومش هيجي تاني خالص. البرودكت اكسبيرينس طبعا دي حاجه مهمه جدا. لو اليوزر دخل وابتدى يلاقي باجز كتير، ابتدى يلاقي مش عارف يوصل للحتة اللي هو عايزها، مش عارف يوصل للفاليو اللي هو داخل عشانها، الموضوع صعب بالنسبة له. فطبعا دي هتبقى من الحاجات اللي هتخليه ما يعيدش الاشتراك يعني، او ما يعملش رينيو. طبعا السي ار ام بقى، والسي ار ام ده موضوع كبير جدا. ازاي بقى تبني سيجمنتس بناء على اليوزر بتاعك، انت عايز تتارجته امتى، وازاي تبني جيرني للسيجمنتس دي، وتفضل تهت على اليوزر ده لحد ما ياخد الاكشن اللي انت عايزه. فطبعا السي ار ام دي من الحاجات الكبيره جدا الخاصه اللي بتاثر طبعا بشكل دايركت على الريتنشن. الاي بي تيستنج طبعا من اهم الحاجات. ان انت خلاص بقى عندك سي ار ام، بقى عندك برودكت تمام، لازم على طول يكون في اي بي تيستنج، علشان حتى لو مفيش روم، لو انت مش شايف ان في حاجه غلط، او مش شايف ان في حاجه تاثيرها conversion ريت بتاعها ضعيف، حتى الاي بي تيستنج يخليك يشوف ان في حاجه هي كويسه تقدر تحسن منها اكتر. فالاي بي تيستنج طبعا في المسجز، الاي بي تيستنج في الشانلز اللي بتبعتها في السي ار ام، الاي بي تيستنج في مثلا في الاوفرز اللي بتبعته، اي بي تيستنج في حاجات كتيره جدا طبعا في السيجمنتس اللي انت بتبعت لها. فالاي بي تيستنج طبعا مهم جدا، وهيساعدك ان انت تعمل ليفت اب للكونفرجن ريت بتاعك في الحته بتاعه الريتنشن. وطبعا نفس الكلام في البرودكت، بس دي بتكون خاصه اكتر يعني بالناس بتاعه البرودكت. التولز بقى اللي محتاجها علشان يبقى عندك تقدر تشتغل ريتنشن بشكل مظبوط. اول حاجه ان يكون عندك برودكت اناليتكس تول. اشهرهم يعني والمعروف عند ناس كتير هو ميكس بانل. فده بيوريك ازاي يخليك تفهم سلوك العميل، يخليك تشوف كوهورت من الكوهورت معينه بتعمل ايه، كوهورت من اليوزرز يعني بيعملوا ايه عندك على الابليكيشن. لو في فيتشر جديد بتقدر تشوف تاثير الفيتشر دي على اليوزرز بتاعك عامل ازاي. فطبعا واحده من اهم التولز اللي تكون موجوده معاك هي البرودكت اناليتكس. الاي بي تيستنج تول، في طبعا تولز موجوده زي اولا بتقدر تعمل على ميكس بانل عادي، ممكن تقدر تعمل اي بي تيستنج، وفي تولز تانية زي اعتقد كلاريتي، وفي حاجات تانية كتير طبعا في الاي بي تيستنج تول. ام بي علشان طبعا تشوف الشانلز اللي بيجي منها اليوزرز اللي بيحاول لك يعني ريتنشن كويس، تقدر تطلع منها ديب لينكس علشان تبعت، وانت بتبعت السي ار ام مسجز بتاعتك.
وطبعا الاخيرا واهم حاجة هو ان يكون في طبعا CRM tool تقدر تتابع من عليها وتبعت المسجز بتاعتك، زي طبعا اشهرهم طبعا بريز. وطبعا كل حاجة هتلاقيني كاتب امثلة ليها تحت. اعتقد كده بس كده خلاص. دي كانت اخر حاجة دي كانت اخر سلايد يعني اللي بتكلم فيها على التولز. فاتمنى ان انت تكون خدت فكرة عامة كده عن الموبايل ابليكيشن، عن الريتنشن في الموبايل ابس، وعن الريتنشن بشكل عام. ولو عندك اي اسئلة تقدر طبعا تبعتلي. شكرا.